طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والمستهل بأبرز العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للسل. الإريتريون في ألمانيا ينظمون سيمينارا شعبيا واسع النطاق. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يحصد 6 ميداليات في اليوم الثاني من البطولة القارية. سوريا وإيران حريصتان على وجود أفضل علاقات بينهما. واشنطن تنفي الاقتراب من اتفاق نووي، وطهران تقول أنها بات قريبا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا. من العناوين إلى التفاصيل. تحت شعار استثمروا في إنهاء السل إنقاذا للأرواح، احتفلت البلاد اليوم 24 من مارس باليوم العالمي للسل في العاصمة أسمرا. مزيد من التفاصيل في هذه الفعاليات في التقرير التالي. احتفلت البلاد في 24 من مارس باليوم العالمي للسل في العاصمة أسمرا تحت شعار استثمروا في إنهاء السل أنقذوا الأرواح. وألقى مسؤول وحدة التواصل والتأهيل السيد مانويل كرماتين كلمة قال فيها إنه وبموجب تقارير منظمة الصحة العالمية ومصادر صحية أخرى أن مرض السل يعتبر أحد الأمراض الفتاكة التي تحصد ملايين الأرواح. ويحتفل العالم سنويا بهذه المناسبة من أجل نشر الوعي بالعواقب والمخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة، وتعزيز الجهود والمساعي أمام رفع مستوى الوعي الصحي حول هذا المرض. ويجب الحث على التشخيص المبكر لهذا المرض وتجنب الإصابة والمضاعفات المحتملة. من جهته قال مسؤول فرع السيطرة على الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أرآيا برهاني إن مرض السل يعتبر أحد الأمراض التي ظهرت قبل 1000 عام تقريبا. يموت كل يوم أكثر من 4000 شخص بسبب السل، ويصاب نحو 30,000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه. والسل هو ثاني مرض قاتل بعد الإيدز، وهو أيضا السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو مساهم رئيسي أيضا في مقاومة مضادات الميكروبات. ويتيح اليوم العالمي لمكافحة السل فرصة للتركيز على الأشخاص المتضررين من هذا المرض، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء معاناة السل والوفيات الناجمة عنه، لا سيما في خضم أزمة كوفيد-19 المستمرة، وتبذل جهود حثيثة للتقليل من أضراره وكذا القضاء عليه. وأوضح الدكتور أرآيا أن الوزارة تعمل منظمة برامجها بالتعاون مع الشركاء للسيطرة على المرض، مشيرا إلى تسيير أعمال جادة لنشر أسلوب العلاج يسمى دوتس على كافة أرجاء البلاد، وذلك بتنظيم دورات تأهيلية مكثفة للمهنيين الصحيين وخاصة أطباء مرض السل. من جهتها ذكرت مسؤولة برنامج السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في منظمة الصحة العالمية الدكتورة أسفاش طهايم معالجة مرض السل ولعب دور بناء لمكافحة المرض حتى نصل إلى مستوى القضاء، مؤكدة دعم منظمة الصحة العالمية لإنجاح البرامج المنظمة للقضاء على المرض. وشهدت المناسبة فقرات متنوعة أبرزت أنشطة توخي الحذر المجتمعي لمكافحة المرض وعلاجه، ووزعت الجوائز على المتفوقين. نظم الإريتريون المقيمون بألمانيا في 20 من مارس سيمينارا واسع النطاق ختاما للبرامج الوطنية المنتظمة في الفترة من 5 وحتى 19 من مارس لعام 2022 في جميع المدن الألمانية تحت شعار الثبات على المبدأ لضرورة مرحلية. وألقى كل من السكرتير الأول في السفارة الإريترية بألمانيا سيد يوهانس ولي، والسكرتير لجنة الاحتفالات الوطنية بألمانيا سيد موسيا في الساهية كلمتي الافتتاح، أوضحا فيهما أن رفع الوعي وتمتين ترابط التنظيمات الوطنية يعتبر رسالة مرحلية، لذا يجب الدفع بها قدما بقوة. من جهته قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخصص سيمينارا بعنوان دور المرأة في إعمار البلاد، أوضح فيه خلفية نضالات المرأة على مستوى العالم، وخاصة دور نضال المرأة الإريترية في النيل للحرية والاستقلال وحماية السيادة وإنجاح برامج الإعمار الوطني. من جهتها ذكرت رئيسة المرأة في ألمانيا السيدة عقبة أفورقي
أن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية خلق بيئة صلبة ومنظمة هدف تأكيد الاستقلال الوطني والحد من التمييز الجنسي، وكذلك ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة، مشيرة إلى الأنشطة التي نفذها فرع المرأة بألمانيا ووضع الخطط العمل. وأشاد مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية في ألمانيا السيد كحسايت ولدي بدور ووفاء المرأة الإريترية في ألمانيا، معبرا عن أمنيته الكبيرة لقيامها بدور مضاعف خلال المرحلة ولجنا إليها. وحفل السيمينار الشعبي ببرامج وفقرات ثقافية وفنية حسب ما ذكرت المعلومات الواردة من هناك. افتتحت المرأة الإريترية في 24 من مارس في العاصمة أسمرة معرض بازار للمنتجات الزراعية تنمية الأسماك، الأعمال اليدوية كالنسيج والتطريز، وأعمال الفخاريات ولوحات فنية. وأوضحت السيدة نيغستي قبل مثقل إحدى المنظمات أن محتوى المعرض الذي سيظل مفتوحا حتى 26 من مارس في قاعة جمعية المهنيين الإريتريين يهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية وعكس القدرات والتعريف بالثقافة الإريترية. خبير التطريز السيد أبراهام سلطان بعد أن ذكر الفوائد المكتسبة من المعرض قال أن العمل المنظم يخلق القوة، مناشدا للدفع بمثل هذه المعارض. وأوضحت المشاركات في المعرض أن الهدف من البرنامج هو تقديم منتجات منافسة وتلبية متطلبات الأسواق المحلية والنظر أبعد منها، مشيدات بالتشجيع والتحفيز الذي تلقيناه من مختلف المؤسسات. وذكر الزوار الأجانب أن المنتجات المعروضة تبرز القدرات الكامنة للمرأة الإريترية وعكست لهم التنوع الثقافي. شهدت 12 ضاحية في مديرية قلعة وإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى. وشهدت الانتخابات التي جرت في الفترة من الأول من مارس وحتى 20 من ذات الشهر إعادة انتخاب 14 مدير ضاحية ومساعديهم و10 منتخبين جدد و54 من لجان القرى بينهم 15 امرأة. وقال مدير المديرية السيد محمود إبراهيم أن التوعيات المقدمة مسبقا ساهمت في إنجاح الانتخابات، داعيا المنتخبين الجدد للعمل بتفان وإخلاص. من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي في الإقليم السيد إبراهيم علي الشيخ أن الانتخابات هي نتاج وعي المجتمع المتنامي، داعيا المنتخبين الجدد العمل بنزاهة لوطنهم وشعبهم، مدركين الثقل المسؤولية الملقى على عاتقهم. وناشد المنتخبون الجدد والمواطنين وإدارة المديرية والإقليم للوقوف إلى جانبهم ودعمهم في كافة أنشطتهم العملية. هذا وتضم مديرية قلعة حوالي 7000 أسرة. صرح المدير التنفيذي لمؤسسة القلال والمواشر رائد كبراب أبراهام بأن المؤسسة تعمل لتقديم المنتجات الزراعية بأسعار زهيدة. وأكد الرائد كبراب بأن إنتاج الخدمات الزراعية التي تقدم للمزارعين بتكلفة رمزية تهدف إلى تسيير أنشطة الزراعة بسهولة، إضافة إلى الخدمات البيطرية المجانية، وظلت تحقق نتائج جيدة مما استدعى ذلك الدفع بها قدما. في غضون ذلك افتتحت متجر في مدينة دبار ويساهم في تقديم منتجات المؤسسة إلى التي تنتج في حلحلة ومناطق أخرى بهدف إيصالها إلى المستهلكين بسهولة ويسر. وأوضح عضو المؤسسة الشاب كورون برهاني بأن المؤسسة تقدم مختلف أنواع الخضروات والموز والألبان إلى الأسواق في الفترة من الاثنين وحتى يوم السبت بأسعار مناسبة. وأشار خبير الزراعة سيد ولد ميكيل إلى أن المؤسسة تعمل بجدية لتأمين منتجات الخضروات المقدمة إلى الأسواق من حيث الكم والنوع. هذا وتعمل المؤسسة المواشي والقلال على التنمية الزراعية والألبان ومشتقاته في مناطق حلحلة وألبو وقرست وفانكو وعلا برعد وكركبات والركمحر وغيرها من المناطق. تفوق منتخبنا لليوم الثاني على التوالي في فعاليات النسخة 18 من البطولة الإفريقية للدراجات الهوائية التي تقام بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، من خلال إقامة سباق السرعة ضد الساعة للفرد في الفئات الأربعة.
ودشن منتخبنا الوطني اليوم الثاني من البطولة بأفضل طريقة ممكنة بتتويجه بالميداليتين الذهبية والفضية في سباق السرعة ضد الساعة للفرق في فئات الناشئين. ويعود الفضل في هذا التتويج المزدوج إلى المتسابقين أخليل الرفايني ويوناس تكيه اللذان حلا بالمركزين الأول والثاني في السباق الذي عرف مشاركة 20 متسابقا من 14 منتخبا. وهيمن المتسابقان الواعدان على ألقاب البطولة بعدما كان قد ظفرا مسبقا بالميدالية الذهبية في سباق الفرق مع منتخبنا الوطني. هذا وفي سباق الناشئات حققت المتسابقة الإريترية الشابة سارون تخلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، ونالت سارون تخلي المركز الثالث في أول استحقاق خارجي تشارك فيه مع منتخبنا الوطني. واحتلت المتسابقة الثانية لمنتخبنا الوطني المشاركة في السباق رهيل زرسناي المركز الرابع في سباق السرعة ضد الساعة الفردي في فئة السيدات. لم يحالف الحظ لاعبات منتخبنا الوطني بعد أن ابتعدن عن منصات التتويج، وحققنا المركزين الرابع والخامس. هذا وفي فئة النخبة للرجال حقق الدراج الإريتري هينوك مولو برهان المركز الثاني والميدالية الفضية. وخلال يومين من المنافسات حصد منتخبنا الوطني حتى الآن 8 ميداليات ملونة، 5 منها ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة، ليتزعم صدارة الترتيب للمنتخبات القارية. هذا وسوف تتواصل منافسات البطولة الإفريقية للدراجات الهوائية في يومها الثالث يوم الجمعة 25 من مارس من خلال سباق التتابع المختلط. ويعد سباق التتابع المختلط أحدث سباق تم استحداثه برزمانة الفعاليات في البطولة الإفريقية. وجرى أول سباق في نسخة عام 2019 وهو مزيج بين المتسابقين الرجال والسيدات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أكد فيصل المقدادي وزير الخارجية والمقتربين السوري حرص سوريا وإيران على وجود أفضل العلاقات بين دول المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. جاء كلام الوزير السوري خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. وكان الوزير الإيراني زار سوريا نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث أكد أن العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية، لافتا إلى أن البلدين سيعملان سويا لمواجهة الإرهاب الاقتصادي المفروض عليهما وتخفيف الضغوط عن شعبيهما. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوصول إلى تفاهم للعودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني ليس وشيكا ولا مؤكدا، في حين قالت الخارجية الإيرانية أن إحياء الاتفاق أقرب من أي وقت مضى. وأكد برايس في مؤتمر صحفي أن واشنطن تستعد لكل الاحتمالات وتتأهب لسيناريوهات العودة المشتركة أو عدم العودة إلى تنفيذ الكامل للاتفاق. وذكر المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة القيود على برنامج إيران النووي. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده والقوى الكبرى أقرب من أي وقت مضى لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015. وأوضح عبد اللهيان أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بواسطة الاتحاد الأوروبي بمقترحاتها بشأن التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنه في حال تحلى الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية فإن إيران مستعدة لحسم الاتفاق بحضور وزراء خارجية الأطراف المعنية في فيينا. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا يشتبه في كونه صاروخا بلاستيا باتجاه البحر حسب ما أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية واليابان. ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بعد ما إذا كان السلاح المستخدم في الإطلاق بلاستيا أو إلى أي مدى كان تحليقه. وقالت وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء في اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلاستيا محتملا حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس.
وقال خبراء أن الوتيرة السريعة وغير المعتادة لكوريا الشمالية في نشاط التجارب تؤكد هدفها المزدوج المتمثل في تطوير أسلحتها وممارسة الضغط على واشنطن بشأن التجميد الشديد للمفاوضات النووية. وأجرت كوريا الشمالية تجربتين في منطقة قرب عاصمتها في الأسابيع الأخيرة، حيث قام الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي بتقييمها لاحقا على أنهما يشتملان على مكونات أكبر صاروخ جوي عابر للقارات في كوريا الشمالية، وهو صاروخ هوسوانغ 17. انتشلت السلطات الصينية إحدى الصندوقين الأسودين لطائرة شركة تشاينا أستراين المنكوبة، وواصلت البحث للعثور على الصندوق الثاني، في حين تكشفت تفاصيل جديدة عن طياري الرحلة. وقال مسؤول في إدارة الطيران المدنية الصينية للصحفيين أن فرق البحث عثرت على الصندوق الأسود الذي سجل المحادثات في مقصورة الطيارين، وأضاف أن التسجيلات أرسلت إلى بكين لتحليلها. وتحطمت الطائرة في منطقة جبلية وعلى متنها 132 شخصا، ولم تعثر السلطات على ناجين. وقد عرقلت أعمال البحث الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين وغمرت موقع الكارثة. وقالت السلطات أن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع، لكن من السابق لوقته تحديد سبب تحطم الطائرة، الذي يقول خبراء أنه ينتج عادة عن عوامل عدة. هذا وثبت مقتل جميع الركاب 132 ومن بينهم 9 من أفراد الطاقم. تذكير بأهم العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للسل. افتتاح معرض بازار للمنتجات الزراعية والأعمال اليدوية. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يحلق في سماء الانتصارات. سوريا وإيران حريصتان على وجود أفضل العلاقات بين دول المنطقة. واشنطن تنفي الاقتراب من اتفاق نووي، وطهران تقول إنه بات قريبا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا عابرا للقارات. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإرترية. إلى اللقاء.